السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله ريفيو جديد عن منتجات كيليو. المنتجات دي موجودة في الصيدليات الكبيرة زي العزبي وزي صيدليات مصر، وموجودة كمان اونلاين. انا جبت المنتجات دي في عروض زي عيد الام او مناسبات، وجبتها بره العروض ومن صيدليات. جربت مجموعة كبيرة ومختلفة منهم، وما طلعتش طبعا الفيديو ده غير لما جربت تلات ارباع الحاجات اللي موجودة وخلصتها، وفي حاجات قررتها وفي حاجات قررت ان انا ما اجيبهاش تاني او ما كملش فيها اصلا، وفي حاجات جبتها واستخدمتها حاجات بسيطة جدا ومن السوق بتاعها انا خلاص قلت مش هجربها تاني. وقررت اعمل الفيديو ده علشان عدد كبير من الناس يستفيد. انا بشرتي مختلطة، في الصيف بتبقى جافة أحيانا من منطقة الخدود، وبعض الوجه إذا كانت القورة أو الدقن بتبقى زي دهنية شوية، فهي تعتبر مختلطة عادية. تمام، لو بشرتك زيي فاعرفي ان المنتجات دي فيها حاجات هتناسبك وحاجات لا. طيب ايه اللي انا جربته من الحاجات دي وكان بالنسبة لي كويس وهقرر ان انا اجيبه تاني وتالت ورابع، وفي حاجات تانية مش هقرر ان انا اجيبها تاني. تعالوا اقول لكم بالترتيب كده الحاجات اللي انا بستخدمها في روتيني عامة اليوم. طيب الغسول. اوكي، انا جبت الغسول بتاعهم بفيتامين سي. الغسول بتاعهم عجبني. اوكي، سعره مناسب، تقريبا 200 او 200 الا حسب ما انت جايبه في عرض او بره عرض. الغسول بتاعهم بفيتامين سي. هو لجميع انواع البشر. انا جربته لبشرتي، ريحني، بيديني انتعاش، بيديني ترطيب، بس بعد حوالي 3 4 ايام بلاقي فيه حبوب، فممكن يكون هو من نوع الغسولات التقيلة شوية اللي بتنشف البشرة، فتبتدي تظهر الحبوب على السطح وبعد كده تختفي. هو ظهر معايا فبضطر اوقفه وبرجع استخدمه تاني، بتظهر نفس المشكلة عندي، فممكن لو كملت عليه يحصل معايا كده. بس انا استخدمت كذا غسول غيره وكان عاجبني جدا زي غسول بايوديرما، وكنت مستريحة عليه فهرجع له تاني بصراحة. لكن انا ما كملتوش لحد الاخر بسبب انه بيظهر لي حبوب. المفروض ان انا استنى شوية لحد ما تختفي واكمل، بس انا ما بستناش وبوقفه وشوية وبرجع اكمل عليه تاني. لكن هو لو انتي بشرتك دهنية اكتر كمان من البشرة المختلطة العادية هيفيدك اكتر، يعني كمان ده هيبقى مناسب للبشرة الدهنية اكتر من المختلطة او من العادية او من الجاف. ده بالنسبة للغسول بتاعه. كمان جربت منهم الالوفيرا جل. ده جل صبار، وكمان فيه زي صن بلوك خفيف، هو جل مرطب وفي نفس الوقت كمان بيدي نضارة للوش حلوة. يعني لو انت هتستخدميه كجل الصبح عشان التعرض للشمس، هو لطيف، لمعته مش قوية، البشرة بتتشربها، فهو كان حلو. بس انا ما استخدمتهوش كصن بلوك كامل، انا بستخدمه قبل الصن بلوك، بسيبه شويه كده، ممكن نص ساعه ساعه الا ربع، عشان لما بستخدم ورا الصن بلوك على طول بيفرول وبتبقى خامته مش حلوه على البشره. لكن لو هتستخدميه انت في البيت او داخله مثلا تستخدمي النار او كده، فهو لطيف جدا على البشره. كمان استخدمت الصن بلوك بتاعهم، هو ناعم وطري جدا والبشره بتتشربه بسهوله. هفرده على ايدي واوريكم الملمس بتاعه كمان حلو جدا، زي ملمس الكريم كده، بيدي لمعة خفيفة عشان بس لسه هيتشربوا. بس لو شايفينه هتلاقيه يعني لسه الجسم بيتشرب، بس هو زي الكريم كده فبيبقى سهل امتصاصه، لطيف، بيقعد فترة كويسة ساعتين كده، بيبقى حلو قوي على البشرة، خفيف ولطيف. وسعره برضو الحاجات دي كلها اقل من 200 جنيه علشان كانت جوه عرض. طيب جبت منهم الكريم ده بتاع الشعر، هو المفروض للتساقط بجوز الهند. مشكلته هو تمام وقف لي تساقط فترة، بحطه على فروة راسي، بس لما بيجي على شعري ملمسه دهني زيادة عن اللزوم، فبيلزق طبقات الشعر ببعضيها، فالشكل العام بيبقى للشعر مش حلو. فانت جايباه كعلاج فمش حلو خالص ان انت هتحطيه في شعرك وتقعدي بيه وكده، بيلزق وبيبقى شكله مش حلو. فهو علاجي حلو لكن كشكل ومظهر مش حلو خلاص. فانت لو هتستخدميه استخدميه على قد ما تقدري على فروة راسك بس لو قدرتي، لكن هو غصب عنك بينزل للاسف على باقي الشعر وبيلزق بعد كده ببعضه، فما عجبنيش بصراحه ووقفته وما كملتش عليه. بس هو يعني سبحان الله، يعني من 10 ايام 15 يوم حسيت ان في فرق. مش عارفه بوهم نفسي ولا لا، بس انا حسيت ان في فرق في التساقط. ممكن يكون علشان انا باخد اصلا فيتامينز في نفس التوقيت ده، ليه علاقه بالشعر وبالحديد وفيتامينز للجسم عموما. تمام. بالنسبة بقى للحاجات، بقية الحاجات اللي انا جربتها، طبعا انا جربت التونر بتاعهم
حلو خفيف، ملمسه حلو وطري. بس ما بحطوش لوحده، لازم يعني هو بيشد البشرة شوية كده فبيخليها جافة، فممكن تحطي كريم مرطب بعديها. برضو مزيل الميك اب حلو وكل حاجة، بس هو عايز انواع بشرة معينة. يعني انا جربته على بشرتي استريحت، بس شفت فيديوهات بيقولوا ان هو ما كانش لطيف على البشرة الدهنية. مش عارفة ده برضو كان سببه ايه، ممكن يكون طريقة الاستخدام بتاعته، مش عارفة. انا بستخدمه لما اكون بس في ميك اب او كريمات على وشي او حاجة فبمسحه بيه. تمام. جبت كمان كريمات التفتيح، في كريم تفتيح نهاري وفي كريم تفتيحي ليلي. الكريم التفتيحي بتاع النهار مكتوب عليه سائل نهاري، بس هو بصراحة هو للتفتيح، بس انا ما لقيتهوش ان هو سائل زي السيرم، هو كان كريمي زي الكريم الابيض العادي خالص لكن مش سيرم. بس كان امتصاصه سريع وكان حلو جدا، وبيديني كمان لوك حلو قوي كأنك حاطه فونديشن خفيف. المنتج بتاعه برضو التفتيح بتاع بالليل كان حلو قوي على البشرة، بس برضو مكتوب عليه سيرم وهو مش سيرم، هو كريمي يعني برضو خامة كريمي، بس البشرة بتمتصه. بصحى الصبح بلاقي بشرتي حلوة وفيها نضارة. هو للتفتيح عموما. فالكريمين دول حلوين جدا من منتجات كيليو، هكررهم برضو تاني. الفيتامين سي بتاعه كان تحفة بصراحة. البشرة انا بستخدمه بالليل، بس بستخدمه قبل ممكن يعني كسيروم لو انا عندي هيلورونيك اوكي، ما عنديش بستخدمه. بستخدم بعديه كريمات مرة تفتيح، وممكن يوم تاني كريم اللي هو بتاع التجاعيد. في منه نوعين برضو للصباح وللمساء. ده المفروض كريم لجميع انواع البشره. معظم الحاجات منتجات بتاعتهم بتاعت منتجات كيليو بتاعت تقريبا كل البشره، يعني مش مختلطه بس او دهنيه بس او حساسه او بتاع، هي مناسبه لكل انواع البشره. فهي تمام، كانت معايا كويسه جدا. هو مقاوم للتجاعيد، بيتحط مساء، اللي هو العلبه الزرقاء دي بتتحط مساء. انا خلصتها كلها وعجبتني، بس انا ما حسيتش بفرق. ممكن يكون لان التجاعيد مش قويه او مش ظاهره جامد قوي، لان انا ممكن سني كمان ما وصلش لمرحله ان انا اعالج تجاعيد او كده. لكن بيديني ترطيب حلو، بيديني نضاره حلوه، وبدل بيديني دوت فتمام بالنسبه لي. او انا ممكن بحافظ كمان على بشرتي ان ما يجيلهاش تجاعيد في المستقبل مع السن. وده الكريم بتاعه بتاع التجاعيد بتاع فتره الصباح، ملمسه حلو برضو والبشره بتمتصه. طبعا الروتين انا كنت قلت في فيديو قبل كده واقوله لكم سريعا كده، ان انا بعمل الصبح قطنه وفيها ممكن المزيل للميك اب، بمسح وشي كله بالقطنه، وبعد كده بغسل وشي باي غسول مناسب لبشرتي، وبعد كده بحط لو هستخدم الغسول وبعديه مقشر هستخدم التونر، مش هستخدم مقشر ممكن ما استخدمش التونر ويعني اعدي الخطوه دي. وبعد كده بحط السيرم لو في هيلورونيك صباحي ماشي، مفيش بستخدم السيرم المتاح عندي. وبعد كده كريم الترطيب بتاع النهار. ولو انت بتحبي تنزلي او كده هتحطي الصن بلوك، بتحبي تحطي ميك اب فهتحطي فوقيه طبقات الميك اب بتاعتك. لو مش بتحبي هتحطي خلاص الصن بلوك وتستني تلت ساعه وتنزلي. روتين بالليل، هنغسل وشنا، هنحط تونر يفضل يعني بنسد المسام، وهنحط السيرم اللي عندنا المتاح. وبعد كده هنحط لو هتحطي برضو سيرم فيتامين سي هتستني شوية وتحطيه. هتحطي اي كريم عامة بيتحط في الاخر بعد منتجات بعد السيرم عموما. هتحطي الكريم ما بين كل منتج ومنتج، سيبيه ربع ساعة عشان يلحق البشرة تمتصها. تحطي بقى الكريم التفتيح، عايزة تنتظر شوية وتحطي كريم التجاعيد، تمام مفيش مشكلة. مفيش الاتنين هتحطي كريم مرطب. اخر حاجة بتحطيها بعد السيرم الكريم. ولو في حاجة علاجية بتحطيها بعديهم خالص، زي مثلا لو في حبوب او حاجة بتحطي فيوسيدين على الحباية، ودي تبقى اخر حاجة. وطبعا كريم العين او السيرم بتاع العين مهم جدا علشان تحافظي على نضارة بشرتك وحوالين عينك. طبعا في منتج هنا اهو انا لسه هتكلم عنه وسايباه للاخر، لانه بصراحه كان اسوأ حاجه انا جربتها من منتجات كيليو. اللي هو ايه بقى؟ مكتوب عليه كريم تفتيح محيط العين. هو مفروض داخله كونسيلر، تمام كده، مش لعلاج بس، يعني داخل كمان في كونسيلر. طب انا عايزه منتجات احافظ بيها على بشرتي وعلى صحة بشرتي، فمش محتاجة خالص احط اي كيميكال فيه. فبما انه داخل فيه كونسيلر يبقى للأسف كده هو مش طبي،
بدليل هو مكتوب عليه كمان في الارشادات بتاعته من ورا ان احنا بنمسحه لازم يشطف قبل النوم. يعني هو مش حاجة مفيدة تحت العين، فلازم طبعا تتغسل قبل النوم. لكن هو كمظهر بيديكي مظهر ان انت حاطة فونديشن في تحت عينك وشوية كده ويبتدي يعمل خطوط. يعني كمان محتاجة تحطي باودر او تحطي حاجة علشان تعالجي الخطوط اللي بتظهر بسببه. فطبعا مش حلو، يعني الواحدة اللي ما بتحبش تحط ميك اب او فونديشن او كونسيلر او حاجة فهو مش مريح خالص ومش كمان علاجي. انا بحس ان هو كونسيلر علشان انت حابة تحطي كونسيلر، لكن لو انت عايزة تحطي بقى حاجة مرطبة لتحت العين فمش هتستخدمي ده خالص خالص خالص. وكمان مش هتستخدميه بالليل، هتستخدميه بالنهار لو انت حابة تحطي ميك اب. مش حابة وهيبقى بالنسبة لك علاجي فلا، ما تجيبوش نهائي. جيبي اي حاجة تانية موجودة متاحة. هتكلم برضو في فيديوهات تانية ان شاء الله بإذن الله على كريمات ينفع تتحط وسيرم ينفع يتحط تحت العين وصحي ومفيهوش اي كيميكال. دي المجموعة اللي انا استخدمتها من كيليو، وبصراحة قلت لكم عن رأيي فيها بكل صراحة، عن المنتجات اللي جربتها وهجربها والمنتجات اللي مش هجيبها تاني. ووفروا فلوسكم وما تجيبوهاش وتجيبوا البديل احسن منها. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.